ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال ان شاء الله. النهاردة عملنا مع بعضنا اكلة لحمة عجالي في نص ساعة، بس بطريقة زي الكبدة، طريقة تحفة. يلا حبايب قلبي نشوف الطريقة اتعملت ازاي. هنا معانا حبايب قلبي، انت بتجيبي على حسب الاسرة اللي عندك. بتجيبي نص كيلو لحمة او كيلو لحمة المتاح عندك، او ربع كيلو لحمة هتعمليها. وهتجيبي دهنة معاكي بتجيبيها من عند الجزار، تقولي عايزة دهنة، بس اللي هي الدهنة مش بتنزل سمنة كتير، لا، اللي هي بتتحمر يعني وبتديكي لون، في نفس الوقت بتنزل سمنة بس مش كتير. هنا طبعا انا غسله اللحمه كويس جدا ومصفياها، والدهنه برضو غسلها كويس ومصفياها. تمام، وهنقطعها مكعبات مع بعض. تمام اهو. انا هعزل الدهنه لوحدها في طبق، واللحمه الحمراء في طبق. والوصفه دي تنفع لو اللحمه حمراء، يعني لو في ناس ممنوعه من الدهنه وكده، تنفع خالص ان انت تعمليها بمعلقه زبده صغيره او نص معلقه ومعلقه زيت، ده لما تيجي تسويها. تمام، بس لو في ناس يعني مش بيحبوا الدهن. تمام، هنقطع كده كويس جدا المكعبات، هنقطعها مكعبات زيها زي الكبده. تمام حبايبي، عايزه اقول لكم الاكله دياتي نص ساعه كنت مخلصه. يعني انت لما تعوزي اكله سريعه لاولادك، هتعملي حبايب قلبي الاكله دي في نص ساعه تكوني مخلصه، او ضيف جالك على غفله نفس الحكايه تكوني مخلصه. كده خلاص انا قطعنا، ويلا بينا على البوتاجاز. هنا معانا حله او طاسه، بس تكون ما بتلزقش يعني. تمام، هنحط معلقه زيت صغيره، وبعدين هحط الدهنة فيها تحمر تاخد لون. تمام حبايب قلبي اللي بيتفرج عليا الفيديو، بعد اذنكم حطوا لايك، واللي ما اشتركش في قناة ام كرس يشترك. ويا ريت تعملوا لي اشتراك على الصفحة متابعة، كلمة متابعة هتدوسي عليها على الفيسبوك قناة ام كرس. هنا كده خلاص انا حطيت الدهنة طبعا وهسويها. هتقلبي طبعا، انا في المرحله دي معليه البوتاجاز معايا، وبقلب باستمرار طبعا لحد ما الدهنه تاخد لون. طبعا انا مسرعه الفيديو. تمام، الفيديو ده حبايب قلبي انا يعني عاملاه مقدم بصراحه، بس هنزلهم لك. الفيديو هينزل يوم السبت، يوم الرفع. كل سنه وانتم طيبين بالنسبه لصيام العذراء مريم. كده دينا حمرت حبايبي. هنضيف اللحمة برضو، والبوتاجاز عالي جدا عشان اللحمة تاخد صدمة معانا. وهنضيف بشوية بشوية كده، هنضيفهم يعني على مرحلتين. وهتقلبي. عايزة اقول لكم اكلة تحفة تحفة تحفة، جميلة وسريعة جدا. لو جالك ضيف على غفلة وانت عايزة تعملي تجهزي الاكل في نص ساعة بالظبط. هنقلب كده باستمرار. طبعا هي هتنزل المية بتاعتها، بس ما يجراش حاجة ان احنا لسه هنضيف نص كوباية مية مغلية. كوني محضرة مية مغلية جنبك. طبعا انا مش هضيف اي توابل دلوقتي بعد ما اسوي اللحم. التوابل بتجهزي حبهان مطحون، وقرنفل مطحون، وفلفل اسمر مطحون برضو، وكزبرة ناشفة، وكمون، عشان برضو هتجيلكوا الحتة دي سريعة يعني. نص كوباية مية اديني حطيتها. تمام، دي البهارات اللي معانا. هتركها نص ساعة.
تمام حبايب قلبي، بعد نص ساعة خلاص وشربت المية بتاعتها، مفيش غير حتة الزيت بس. ضفنا الفلفل الأصفر وفلفل أحمر فلفل أخضر والبصلة، ويكون معاكي مجهزة فصين توم برضو عشان هنقطعهم مع بعض. تمام، وهنا قلبت. عايزة اقولك في المرحلة دي اللحمة كانت استوت، يعني انتي بتشوفيها تستوي. هنا قطعنا التوم، ولو انت عايزة تخليه مفروم براحتك، بس انا بحب ان انا اقطعه، يعني هما الطريقتين حلوين. وهقلب كده. تمام، هنقلب كده، لازم تقلبي عشان ما تشبكش. في المرحلة دي انا موطية البوتاجاز، يعني مخليها وسط، النار وسط. تمام، عشان بس ايه ما تلزقش مننا. رشة توابل، فلفل اسمر، بابريكا، رشة قرنفل، حبهان، بصل بودر، توم بودر. بس طبعا انا عشان مسرعة الفيديو. تمام، وهنقلب باستمرار. بس كده خلاص هي استوت. هتركها 10 دقايق، هنرجع تاني 10 دقايق عشان بس بصوا يكون يعني الفلفل اخد نص سوا. كده خلاص بعد ما استوت رشينا الملح. طبعا احنا محضرين الرز ومحضرين كل حاجة من قبل ما ابدأ، يعني انا عاملة بصراحة رز بشعرية. تمام، طبق سلطة جنبها تحفة تحفة تحفة. طبعا عايزة اقول لكم كانت الريحة تجنن وحياة ربنا، طعمها من الاخر بصراحة. ودي واحدة مرقة ودي اختياري، لو انت مش عايزة تضيفيها براحتك عادي، يعني كده خلاص. هقلب فيها شوية لحد بس كل المكونات تتجلس مع بعض. يعني قلبت كده 3 دقايق لحد ايه زي ما قلنا المكونات كلها تتجلس مع بعض. كده خلاص هتجيبي طبق وهنغرف كده جميلة. تمام. تمام، عايزه اقول لكم والله والله جوزي بيقول لي احلى اكله دي عملت، كل ما اعمل اكله يقول لي احلى اكله احلى اكله. مش عارفه اعمل ايه في ابو كراس ده بصراحه. وعملت رز بشعريه سودا، انا عاملاه من الاول. اللحمه تحفه بجد. وبصوا بقى انت ال لما انت ترصي يعني الاكل ده اذواق، فبراحتك انت اللي انت هتحبيه حبايب قلبي اعملوه. عايزه ترصيها زي ما انا كده هرص براحتك، عايزه ترصيها بحاجه احسن من كده برضو براحتك. ان عجبكم الفيديو حبايب قلبي متنسونيش لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس، انا بقول لكم كده بس ايه عشان ما ننساش المقدمه. واللي ما اشتركش في قناه ام كراس يشترك، واعملوا لي متابعه على الفيسبوك. اوعي تنسي يا قمر انتوا هي، كلكم هتنوروني. تمام كده خلاص اهو. كمان دلوقتي يعني هدوق معاكم. بصوا الرز مفلفل وزي الفل، رغم عاملاه قبلها بساعتين.
بس مفلفل طبعا. بصوا، عايزه اقول لكم كان الطعم يجنن يجنن يجنن. كل سنه وانتم طيبين حبايب قلبي، صيام سعيد علينا كلنا ان شاء الله، على مصر كلها ان شاء الله يا رب. كل الناس بتحب العذراء، العذراء دي حبيبه الملايين طبعا. بصوا انا بقسم اهو. الرز، واللي انت عايزه تعمليه، عايزه تعملي طبق سلطه طحينه معاه جنبه برضو حلو. تمام. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.